أهلا وسهلا فيكم بلبعة. هي عاصمة الجنوب من بعد صيدا، وين ما كان بالأغلب المناسبات بيغيبوها، بس نحن ثابتين وجودنا بكل شيء رغم التعتيم والما بيجيبوا سيرتها بمطرح. بالانتخابات بيقولوا لك صيدا جزين، لبعة موجودة بموافقتهم او بغير موافقتهم، نحن ثابتين وجودنا. بيقولوا صيدا لبعة جزين. اولا انا بحكي باسم الدكتور اسامه سعد. بعتقد انا ما باقي في بهي البلد الا مؤسسه وحده اسمها مؤسسه الجيش اللبناني، اللي هي محافظه على الامن بالبلد وحاميه للسلم الاهلي. وهذه المؤسسه من المفروض على كل القوى السياسيه مهما كان تنوعها انها تدعمها وتوقف حدها لحتى تاخذ دورها باستتباب الامن بالبلد بشكل عام. وبنفس الوقت نحن بنشيد بدور الجيش اللبناني على الحدود اللبنانيه، ان كان بالجنوب بتصدي للعدوان الاسرائيلي او ان كان ببقيه المناطق اللبنانيه اللي عم يحمي الحدود منها من الناس اللي بيتسللوا على البلد او المهربين اللي بيحاولوا يعملوا شيء بالبلد. هذا الجيش هو اساس الوطن، لازم كل القوى السياسيه وكل الناس توقف حده وتدعمه. اما فيما يتعلق بلبعه يا عمي، لبعه هي قلب المنطقه، فما فينا نحن بس بدنا نحكي عن صيدا وجزين بدون ما نقول هي لبعه هي القلب وهي الاساس بكل الشخصيات اللي موجوده فيها. نحن بنحييهم وبنشد على ايدهم وبنقول للجيش اللبناني نحن معك واقفين حدك حتى يعني نشوف كيف الامور بالبلد بدها تصير. الجيش اللبناني هو المؤسسه الوحيده اللي ما فرطت بالدوله وما تحللت، وهو الضمان الوحيد لبقاء الوطن. المطلوب العودة إلى الثوابت الوطنية، إلى القيم الوطنية، إلى المبادئ الوطنية، ويأخذ الجيش دوره الريادي بتنفيذ ال 1701، وهو الوحيد اللي مؤهل إنه ينفذه. هذا الجيش أنا بعرف كفاءاته العالية بالقتال، وصار في عديد وعتاد. هلأ مطلوب عملية الدعم. أنا ما بقبل الجيش يشحدوا له $100 للعسكري بالشهر إطلاقاً. لازم يتاخد كل حقوقه. اليوم العسكري عم يقبض $220 وبيطلع له نقل شيء $70-80، هودي ما بكفوا عائلة. اليوم في العنصر البشري بالجيش بدنا نهتم فيه، والجيش مفروض ياخذ دوره الريادي بالدفاع عن الجنوب، بالدفاع عن كل لبنان. أخذ دوره بالدفاع هو مش حدا غيره، والبقية بيجوا درجة تانية، والحفاظ على السلم الأهلي والحفاظ على الحريات العامة. هلا نحن جيش عنده عقيدة قتالية، يعني منه جاي منه وظيفة. الجندية هي رسالة. بالإضافة في تقديمات انفرد فيها الجيش رغم كل الأزمة، وهي الطبابة العسكرية بأي مستشفى 100% دون سقف، هذه شغلة مهمة. وبعد المساعدات التعليمية التربوية هذه عم نقوم فيها. بيفضل انه عملية دعم مادي وزيادة الرواتب وتحسين سلسلة الراتب والرواتب للعناصر. يعني الصراع بالمنطقة صراع كتير كبير ومفتوح، والأوراق يعني كتير متشابكة ومختلطة، وصعب واحد يقدر يتكهن بالأمور لوين بدها تروح، لأنه في آخر شيء في هذا الكيان الصهيوني الغاصب مستمر بعدوانه على الشعب الفلسطيني بهدف تهجير الشعب الفلسطيني. وبكل صراحة هذا العدوان مدعوم من أمريكا. أمريكا هي اللي بتخطط وهي اللي تطلب من القوى السياسية أو القوى الثانية اللي موجودة أن تنفذوا منهم هذا الكيان الصهيوني. مطلوب من الجيش اللبناني أنه بالجنوب بيكون دوره أساسي بالتصدي للعدوان بدون الالتفات إلى المسائل السياسية الداخلية الصغيرة اللي بيهتموا فيها جماعة القوى السياسية بلبنان. الجيش أساس، والجيش مؤسسة جدية، والجيش عنده إمكانيات ليكون واقف بالمرصاد للعدو الصهيوني. على الكل برجع بأكد على كل القوى السياسية إنها تدعمه وتوقف حده وتشد على إيده لحتى ياخذ دوره ويعمل اللي الخطة أو الأساس اللي هو انبنى على أساسه لحماية كل اللبنانيين بدون استثناء، ولحماية السلم الأهلي بلبنان المهدد حاليا
بفضل بعض المنازعات السياسية أنا اللي بعتبرها سخيفة منا جدية. كنز الصالحات ورازق الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك. في عيد الجيش نقف احتراما وإجلالا أمام كل التضحيات التي تؤديها هذه المؤسسة، لكن وبنوع خاص أمام الأداء الوطني الموحد والمميز. وردة نوصلها لكل فرد من الجيش ولحضرة القائد عربون، بس هيدي بدنا نقدم لكم إياها ومن خلالك لكل أفراد الجيش. رح اقول كلمة، ما فيني احكي عن الجيش لو ما الجيش ولا سياسي بيسترجي ينام ببيته، ولا حدا بيهربوا كله في لبنان، ولا حدا. نحن ما عنا غير الجيش. الله يحمي الجيش والله يطول بعمر القائد ابن منطقة جزين وفخرنا، ويعني الله يرد عن الجيش تقطع هالمرحلة. ايه دور الجيش بقضاء جزين؟ قضاء جزين احلى قضاء. صالحية، فلفلوس، جزين العيشية، 4 سكنات، أأمن منطقة، أحلى شيء منطقة جزين.